لو بتحب افلام الخيال العلمي اللي فيها صراعات ذكاء اصطناعي وروبوتات وتجارب الاستنساخ الحكوميه المرعبه تحت الارض والمطاردات الفضائيه، يبقى الفيديو ده عشانك. النهارده انا جمعت لك افضل 10 افلام خيال علمي موجوده على نتفليكس. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 2067. Deaths continue to spiral out of control due to the oxygen crisis that the world has termed the sickness. Ethan, what? Do you know what your father did here? The people who sent the message must have found a cure. Do you really believe I'm gonna save the... في مستقبل بائس ومظلم، امدادات الاكسجين على كوكب الارض بتتحول لمواد سامه وقاتله، وبيبقى العالم كله مهدد بالانقراض. وسط الجحيم ده بيتم ارسال عامل بسيط ومغلوب على امره في رحله عبر الزمن لمئات السنين في المستقبل، وده بعد ما المنظمه استقبلت رساله غامضه ومريبه من هناك. وهو بيحاول ينقذ البشريه من الانقراض، بيكتشف حقائق صدمه ومخفيه ممكن تغير مصير الكوكب للابد. فيلم فكرته ذكيه وممتع جدا. رقم 9 أطلس. You need me on that mission. Oh my God. We don't have much time. Tarlin's planning an attack. Smith! If we don't stop Harlan, all life on Earth is doomed. محللة بيانات عبقرية بتقوم بدورها جينيفر لوبيز، عندها عقدة وبتكره برامج الذكاء الاصطناعي وبتفقد الثقة فيها تماما. بتلاقي نفسها مجبرة غصب عنها تشتغل وتتحد مع نظام ذكاء اصطناعي متطور جدا خلال مأمورية إنقاذ خطيرة. ولما آلة متمردة وذكية بتبدأ تهدد بقاء البشرية، بتستوعب إن الحل الوحيد والفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم هي إنها تثق في التكنولوجيا اللي بتكرهها. أكشن وخيال علمي سريع ومليان مؤثرات بصرية قوية. رقم 8 ذا تايتن. Continues. The federal government has declared Los Angeles uninhabitable. You are going to be the first man on Titan. It's just an honor to have been selected, sir. Not gonna let you down. You will become enhanced humans. I've studied your work. I know what we're doing here. It's bigger than all of us. He's changing. There is something alive inside of him. He's a soldier. There's no going back. مع تحول كوكب الأرض لمكان غير صالح للعيشة وميت بالتدريج، عيلة عسكرية بتقرر تنضم لتجربة علمية سرية وخطيرة جدا. التجربة دي هدفها تعديل الجينات البشرية وتطويرها جينيا عشان يقدروا يعيشوا ويتأقلموا على كوكب تاني بره الأرض. بس التحول الجيني ده بيبدأ يعمل كوارث ونتائج مرعبة ومخيفة أبعد بكتير من اللي الكل كان متوقعه. فيلم غموض ورعب علمي هيحبس أنفاسك. رقم 7 ذا كرييتور. They protected me. Took better care of me than humans would have. This is a fight for our very existence. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. Did you locate the weapon? Yeah, it's just a kid. Whoever has that kid wins the war. وسط حرب طاحنة ومميتة بين البشرية وقوات الذكاء الاصطناعي، بيتم إرسال عسكري سابق في القوات الخاصة عشان يدمر سلاح جديد وسري. اخترعوا الذكاء الاصطناعي لإنهاء الحرب، بس الصدمة الكبيرة بتحصل لما العسكري ده بيكتشف إن السلاح ده عبارة عن طفلة صغيرة من AI، وهنا بيبدأ يشك في كل حاجة اتعلمها وأمروه يصدقها، وبيدخل في رحلة لحمايتها. فيلم أكشن وخيال علمي بصريا عبقري وهيلعب على مشاعرك. رقم 6 جوست إن ذا شيل. They didn't just kill them. They hacked into their minds. You never talk about your past. I don't remember much. Just fragments. What a beauty you are.
في مستقبل سايبر بانك متطور كليا، القائد ميرا كيليان اللي بتقوم بدورها سكارليت جوهانسون بتتحول عشان تكون اول انسانه يتم تعديلها وتطويرها بالكامل جوه جسم آلي عشان تبقى آلة قتاليه مدمره. واثناء مطاردتها للمجرمين وارهابيين السايبر اللي بيهددوا العالم، بتبدا تظهر قدامها حقائق مخفيه وصادمه عن ماضيها الحقيقي، وبتفتكر ان هويتها القديمه اتسرقت منها. الاكشن هنا سريع وسوداوي ومليان تكنولوجيا كتير. رقم 5 ريم اوف ذا وورلد. I love you. And Dad, where are you going? Follow me. I've never seen anything like them. It's Independence Day. It's June, Gabriel! Did you see the size of that thing? Was that an alien? We're at war. You're not safe here. 4 من المراهقين بيروحوا يقضوا اجازه في معسكر صيفي، وفجاه بيلاقوا نفسهم وسط غزو فضائي ضخم ومرعب لكوكب الارض. بالصدفه بيتم ائتمانهم على مفتاح سري غامض هو الوحيد القادر على وقف الهجوم الفضائي ده، وهنا بيبقوا مجبرين يعدوا ارض خطيره ومخيفه ويشتغلوا كفريق واحد لانقاذ البشريه. فيلم مغامرات واكشن سريع جدا ومسلي لاخر ثانيه. رقم 4 I'm a Mother. This facility was designed to give humanity a second chance, one that began with you. The path will not be easy. Mother? Our guest has not been entirely truthful with us. بعد انقراض البشرية بالكامل، بنت مراهقة بتتربى وتكبر في ملجأ محصن تحت الأرض تحت إشراف روبوت متطور اسمه الأم، والروبوت ده متبرمج لإعادة إعمار الأرض بالبشر من تاني. بس كل النظام ده بيتهز لما بتوصل للملجأ فجأة ست غريبة ومصابة، وبتنقل للبنت معلومات مريبة ومخيفة بتكذب كل اللي الروبوت علمهولها. البنت بتبدأ تشك في أمها الآلية وبتدخل في صراع نفسي وأكشن يحبس الأنفاس عشان تعرف الحقيقة. رقم 3 بامبل بي. Car pick the driver. You got people out there who need you. وهو هربان ومصاب بإصابات بالغة بعد معارك كتير، الروبوت المحبوب بامبل بي من عالم المتحولين بيستخبى في مخزن خردة جوه بلدة شاطئية صغيرة في كاليفورنيا. هناك بيعمل علاقة صداقة قوية مع بنت مراهقة وحيدة، وبتتحول الصداقة دي لخط الدفاع الوحيد للبشرية ضد كائنات الديسبتيكونز اللي بيطاردوه عشان يدمروا الأرض. الفيلم بيرجع لروح الثمانينات وبيديك جرعة أكشن ممتعة جدا. رقم 2 أوكسجين. Je me souviens de rien. Je suis Milo, votre médical interface de liaison opérateur. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Ça se trouve, je suis entrée. ست بتصحى من النوم بتلاقي نفسها محبوسة ومربوطة جوه كبسولة طبية وما عندهاش أي ذاكرة هي مين وإيه اللي جابها هنا ولا الكبسولة دي فين. ومع النقص السريع والمخيف في مستويات الأكسجين جوه الكبسولة بتبقى مجبرة تحارب وتجمع فتافيت ذاكرتها وتتعامل مع الذكاء الاصطناعي للكبسولة عشان تكتشف الحقيقة وتخرج قبل ما الوقت يخلص تماما وتموت من الخنقة. فيلم رعب نفسي وخيال علمي هيخليك مش قادر تاخد نفسك وانت بتتفرج. رقم 1 ترانسفورمرز رايس اوف ذا بيستس. Centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Back up! Oh, I thought we were boys. You want it? Come and get it. You brought a human here. Think you hold the link and you haven't met the aim.
في فترة التسعينات الأوتوبوتس بيضطروا يجمعوا قوتهم ويتحدوا مع فصيل جديد من الروبوتات المتحولة على شكل وحوش اسمهم الماكسيمالز، وده عشان يوقفوا تهديد كوني مرعب وجاي يدمر كوكب الأرض بالكامل. ومع اشتعال الصراع الأزلي القديم ده البشر بيلاقوا نفسهم محبوسين في النص وسط حرب مجرات من أجل البقاء. الجرافيكس هنا ممتاز والأكشن سريع جدا. ودي كانت نهاية أول جزء من فيديو أفضل 10 أفلام خيال علمي موجود على نتفليكس. استنى الجزء التاني على القناة وقولوا لي في التعليقات إيه أكتر فيلم فكرته عجبتكم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السينما والأفلام. أشوفكوا على خير.